صباح الفل يا رجالة. أنا متخفي يا جدعان عشان الديانة كترت عليا قوي، وأنا هربان منهم بعد غلاء الأسعار. عليا للبقال يا جدعان 1000 جنيه لبان كوروريكس، اللي هو الكوروريكس ده اللي هو بيحرقك ده في بقك، بس بحبه. فبقول له ليه 1000 جنيه؟ قال لي اللبانة بقت بنص جنيه. فأنا قلب بالبقال وقلب من ناس كتير قوي. المهم أنا جيت أقول لكم عشان ننجز وزي كده ان اوعى جهاز عندكم كهربائي يبوظ، عشان هتزعل وتجيب ناس تزعلك. من يومين رحت اسال على التلاجة، فدخلت على الراجل بقول له لو سمحت انا عايز تلاجة، وانا بقى مش مأمن يعني على نياتي. كام يا عم الحاج؟ قال لي التلاجة ب 8000 جنيه. 8000 جنيه مين يا عم الحاج؟ تلاجة 8000 جنيه يا عم؟ انا كنت بجيب بيها عربية 28 واخرج انا واصحابي ونسمع مهرجانات واعمل حوادث وازعل ناس وناس تزعلني واخش كمين واتمسك حياة في السيارة. ال 28 ب 8000 تقول لي تلاجة تلاجة؟ يعني انا هركب التلاجة اروح بيها مشوار يا جدعان؟ هتجننوني. تلاجة حديد وبتطلع سقعة 8000؟ قال لي دي ارخص حاجة. قلت له يا راجل امال الغالية بكام؟ قال لي في تلاجة ب 30000 جنيه. قلت له الناس بتشتريها؟ قال لي قلت له الناس بتشتري تلاجة. بصوا يا جدعان عشان نحط النقطة وتحت الخط ونفهم، مصر بقت للأغنياء فقط. مصر للأغنياء فقط. انت غني معاك اشتراك وعضوية، عيش في مصر. هي بقت باشتراك وعضوية مصر. والله اتبسط وعيش وكل واشرب واشتري تلاجات وغسل عيش. لكن احنا نتفرج على اغنياء ونسقف لهم ونفرح لهم. ليه بقى؟ لان احنا بنحب الخير للناس، لكن لينا لا، احنا قافشين على نفسينا. والله انا نفسيتي تعبانه يا جدعان، عيانه، انا نفسيتي عيت والله العظيم. الناس ماشيه في الشارع مسنحه وتقول له مالك يا عم عامل دماغ؟ يقول لك عامل دماغ اسعار، وخايف يجي لي اوفر دوش واموت عشان لو تقلت في الشارع. في هبل يا جدعان. الحاجه بتغلى بشكل في اللسعان. يعني انا مثلا واحد صاحبي بيحكي لي راح يشتري سخان عايز يستحمى، يعني جسمه بياكله وكده، عايز يستحمى بميه سخنه، فدخل عايز اشتري سخان، فقال له ب1500. قام صاحبي مطلع ال1500 من جيبه ومديهم له. قال له لا ب2000 جنيه. قال له يا عم انت مش قايل 1500 دلوقتي؟ قال له لا، ما انت حطيت ايدك في جيبك وطلعت وعديت، ده وقت حاجه بتغلى. يعني قال له عامل ايه بعد كده يا عم الحاج؟ قال له يعني تقول الحاجه بكذا ما تدهاني قبل ما اقول. هنروح فين احنا؟ طب اللي عايز يتجوز يا جدعان يعمل ايه؟ يعني اللي عايز يعني يعف نفسه كزواج وراح لا بقى اجهزه اللي كان ب4 بقى ب8 واللي 5 بقى ب10 واللي ب10 بقى ب20، يعمل ايه؟ يتجوز امتى؟ يعني يقعد يحوش قد ايه كوقت عشان يجيب الحاجات دي؟ مش قبل 40 سنه. يعني الجواز في مصر دلوقتي 40 سنه سن النضج. شوف بقى سن النضج، بس مش نضج كعقل كاجهزه. يعني اسمه سن الاجهزه. سن ال40 بقى سن الاجهزه دلوقتي عشان تعرف تتجوز وزي كده. ده غير بقى العفش، ولو عايز تشتري شقه ملك فانت طبعا في حته تانية. فيعني لازم تبقى ساري خليجي او ساري اجنبي. يعني هنعمل ايه يا جدعان؟ المهم انا مش هقدر اطول عليكم عشان انا في ديانه وبتاع وهقلب وكده. ماشي يا جدعان؟ انا كده مش شمبر يا جدعان، ها؟ انا اي حد يقابلني انا مش شمبر، انا حسن الهلالي الاول. يلا صباح الفل يا جدعان.